اليوم رح أحضر كبة لبنية أكلة كتير طيبة ورح أحضرلكن إياها بطريقة مبسطة. خلونا نشوف سوا كيف رح أحضرها. أول شي عندي زيت حامي بسقط فيه الكبة اللي مفرستها فورا من الفريزر. أول 3 دقايق ما منحركها، بعد 3 دقايق منحركها ومنشيلها من الزيت قبل ما تاخد اللون الذهبي، لأنه بدنا نقليها بس نص قلية. طبعا هاي الكبة اللي أنا فرستها لرمضان، عجينتها كتير رائعة وأبدا ما بتفتح معكم بالقلي، معتمدتها من سنين. رح نزلكم الوصفة بالفيديو الجاي إن شاء الله. وهلأ بعد ما خلصنا قلي الكبة منضيف 1.5 كيلو من اللبن. أنا استخدمت لبن الغنم. لبن الغنم أبدا ما بده نشا، بس نص بيضة. إذا استخدمتوا لبن بقر بتضيفوا ملعقة نشا كبيرة مع نص بيضة، وبتحركون على البارد كتير منيح. بعدين بتشغلوا النار وبتستمروا بالتحريك لحتى يغلي اللبن، تقريبا بده من 7 ل10 دقايق. وبس بلش يغلي عندي اللبن منضيف المي المغلية. لازم المي كمان تكون عم تغلي مشان ما يفصل عنا اللبن. أنا تقريبا ضفت نص كوب لأنه بحب اللبن يكون سميك. وهلأ رح أضيف مكعب ماجي، هيدا اختياري بيعطيها طعم كتير طيبة، بس إذا ما بتفضلوا فيكم تستغنوا عنه. وهلأ رح أضيف نص ملعقة صغيرة من الملح. رح فرجيكم قوام اللبن. طبعا قوامه كتير رائع، ولسه لما نسقط الكبة فيه بنتركه عم يغلي 10 دقايق بيتقل شوي أكتر. وهي بعد 10 دقايق صارت عندي جاهزة، شكلها بشهي واللبن مثل ما شايفين. هلأ رح اسكبهم. ابدا ما بتاخد وقت، فيكن تقلوا الكبة وبعدين تجهزوا اللبن. انا اخد معي 20 دقيقة وكان جاهز. وهلأ بعد ما خلصنا سكب الكبة رح زينها بشوية صنوبر، وهيدا اختياري، هي ما بدها شي طيبة بدون ولا شي. بتمنى تعجبكم الوصفة، والف صحة وعافية ورمضان كريم عليكم.